يا صديقي الجميل، اهلا بيك في حلقه جديده من قناه ايطاليانو فاتشيلمنتي. انا بروم واهلا بيك في الدرس بتاع النهارده هنتعلم ايه يا شباب مع بعض؟ النهارده هنتعلم مع بعض حاجه مهمه من اساسيات اللغه الايطاليه. كل عليك انك تركز معايا. زي ما احنا عارفين يا شباب واخدنا قبل كده في الحلقه اللي قبل اللي فاتت تقريبا ان الافعال في اللغه الايطاليه بتنقسم لثلاث مجموعات رئيسيين. ايه هم يا عم بروم الثلاث مجموعات الاساسيين؟ افعال المجموعه الاولى اللي بتنتهي بآره، وافعال المجموعه الثانيه اللي بتنتهي بإيره، وافعال المجموعه الثالثه اللي بتنتهي بإيره. في الحلقه اللي قبل اللي فاتت شرحنا افعال المجموعه الاولى اللي بتنتهي بآره. النهارده هنركز مع بعض على افعال المجموعه الثانيه اللي بتنتهي بإيره وازاي تصرفها في المضارع مع الضمائر الشخصيه. يلا بينا نبدا على طول. زي ما احنا عارفين يا شباب ان الفعل في اللغه الايطاليه بيتقسم لجزئين، جزء ثابت اللي هو الجذر وجزء متغير اللي هو النهايه. بمعنى لما بنيجي نصرف الافعال، يعني مثلا هنتكلم على افعال المجموعه الثانيه، لما بتيجي تصرف اي فعل بينتهي بإيره بتشيل إيره، تمام، وبتحط مكانها نهايات جديده بتحفظها زي ما هي على حسب الضمير اللي هتصرف معاه الفعل. يعني عندنا الضمير ايو انا بياخد او، الضمير تو بياخد اي، الضمير لوي او لي يعني هو او هي بياخد اي، الضمير نوي بياخد ايامو، الضمير فوي بياخد ايتي، الضمير لورو بياخد اونو. زي ما احنا عارفين لما شرحنا في الدرس اللي قبل اللي فات افعال المجموعه اري حطينا برضو نهايات ثابته. لو لسه فاكرها مش هراجع معاك دلوقتي عشان ايه ما اعملكش لخبطه وادخلك الكلام كله في بعضه، بس انت محتاج تروح تسمعها لو لسه ما سمعتهاش. طب يلا بينا ناخد يا عم بروم شويه افعال ونصرفهم عشان تفهمني. اول فعل معانا هو فعل ريديرا. فعل ريديرا، ريديرا يعني يضحك. اوكي، ريديرا. عندنا الفعل زي ما انت شايف متقسم لجزئين، ريديرا ريديرا. لما هنيجي نصرفها هنشيل ايره اللي هم اخر ثلاث حروف، اوكي، وهنحط مكانها النهايات اللي احنا لسه قايلينها من شويه. بمعنى هقول ايو ريدو، تو ريدي، لوي او لei ride، noi ridiamo، voi ridete، loro ridono. يعني انا اضحك io rido، أنت تضحك تو ريدي، هو أو هي هو يضحك أو هي تضحك لوي أو لي ريد، نوي ريديامو نحن نضحك، فوي ريديتي أنتم تضحكون، لورو هم ريدونو هم يضحكون. يلا بينا ناخد فعل تاني عشان نأكد المعلومة. تاني فعل معانا هو فيديري. فيديري يعني يرى. ازاي تقول انا بشوف؟ ايو فيدو، ايو فيدو. عملنا ايه؟ شلنا النهايه اللي هي ايري وحطينا هنحط برضو النهايات الثابته زي ما هي، زي ما احنا قلنا على حسب الضمير. ايو فيدو، تو فيدي، لوي او لي فيدي، نوي فيديامو، voi vedete، loro vedono. نعيد تاني، io vedo، tu vedi، lui o lei vede، noi vediamo، voi vedete، loro vedono. ده كل عليك يا شباب، الموضوع بسيط، هو مش حفظ، هو انك تفهم القاعدة بعد كده تقدر تصرف اي فعل بينتهي بإيري بنفس الطريقة. ايه هي القاعدة؟ نعيد تاني بسرعة. هنشيل النهاية إيري ونحط النهايات اللي احنا لسه حافظينها، الضمير إي أو، الضمير تو إي، الضمير لوي ولاي الضمير نوي إيامو، الضمير فوي إيتي، الضمير لورو أونو. وبس كده. طب يلا بينا ناخد فعل تاني، فعل سكريفيرا يعني يكتب. إيو سكريفو، تو سكريفي، لوي ولاي سكريفي، noi scriviamo، voi scrivete، loro scrivono. Io scrivo، tu scrivi، lui o lei scrive، noi scriviamo، voi scrivete، loro scrivono.
اخر فعل معانا هو فعل conoscere. conoscere يعني يعرف. اوكي. io conosco. tu conosci. lui o lei conosce. noi conosciamo. voi conoscete. loro conoscono. وبس كده يا شباب. طب يلا بينا ناخد مثال على كل فعل من اللي احنا اخدناه. اول مثال على الفعل ridere. io rido con i miei amici. io rido con i miei amici. انا بضحك مع اصحابي. io rido con i miei amici. تاني مثل معانا على الفعل vedere. tu vedi la televisione ogni sera. tu vedi la televisione ogni sera يعني انت بتشوف التلفزيون كل يوم. تالت مثل معانا على الفعل leggere. lui legge un libro interessante. lui legge un libro interessante. هو بيقرا كتاب مشوق جدا. الفعل scrivere. noi scriviamo una lettera alla nonna. noi scriviamo una lettera alla nonna. احنا بنكتب جواب او خطاب للجدة. nonna يعني الجدة. اخر فعل معانا خدناه هو فعل conoscere. المثال اللي عليه loro conoscono bene la città. loro conoscono bene la città. هم يعرفوا المدينة كويس. وبس كده يكون خلص معانا الجزء الاول من الفيديو. الجزء الثاني يا شباب مفيش اسهل منه. هنتعرف مع بعض على فصول السنة الأربعة. يلا بينا نبدأ. في الجزء الثاني يا شباب الفصول في اللغة الإيطالية أو الفصول في إيطاليا فصول السنة طبعا. لستاجوني. لستاجوني هم 4 فصول مش 3. انفيرنو. l'inverno الشتاء. l'estate الصيف. la primavera الربيع. l'autunno يعني الخريف. l'inverno الشتاء. l'estate الصيف. la primavera الربيع. l'autunno الخريف. يلا بينا دلوقتي بقى هناخد حاجة مختلفة ما عملناهاش قبل كده في القناة. هقرا معاكم قصة باللغة الإيطالية والترجمة بتاعت القصة دي هتكون تحتيها. ايه الهدف من القصة دي يا عم برام؟ الهدف من القصة دي كأن حد بيحكيها أو كأن حد بيكتب جواب لحد تاني، تمام، باللغة الإيطالية عن هو بيعمل إيه في كل فصل من الفصول ال4. هدفها إيه؟ هدفها تقوي عندك الاستماع وتعرفك على كلمات جديدة. كل اللي عليك إنك لو في كلمة ما تعرفهاش، طبعا أنا هكون كاتب لك معنى كل كلمة تحتيها أو معنى كل جزء كده من القصة، كاتب لك الترجمة تحته، تدور على كل كلمة جديدة بالنسبة لك وتحفظها. يلا بينا نبدأ. يلا بينا نبدأ. In inverno fa abbastanza freddo. Spesso piove. Normalmente non esco. Sto a casa. Cucino. Bevo il tè. Guardo molti film. E leggo. Mi piace molto dormire in inverno. نعيد أول جزء ده تاني. In inverno fa abbastanza freddo. Spesso piove. Normalmente non esco. Sto a casa. Cucino. Bevo il tè. Guardo molti film e leggo. Mi piace molto dormire in inverno. La primavera fa abbastanza caldo. A volte piove. Mi piace correre. Mi piace uscire con gli amici. Mi piace viaggiare. La primavera fa abbastanza caldo. A volte piove. Mi piace correre. Mi piace uscire con gli amici. Mi piace viaggiare. L'estate è la mia stagione preferita perché ho sempre molto tempo libero.
fa molto caldo, quindi vado spesso al mare e mi piace nuotare. L'estate è la mia stagione preferita perché ho sempre molto tempo libero, fa molto caldo, quindi vado spesso al mare e mi piace nuotare. In autunno non è né caldo né freddo. Normalmente lavoro molto, mi piace leggere, bevo il tè, a volte vengono a trovarmi i miei genitori. In autunno non è né caldo né freddo. Normalmente lavoro molto, mi piace leggere, bevo il tè, a volte vengono a trovarmi i miei جينيتوري. وبس كده يا شباب، يكون حلقة النهاردة خلصت. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان تستفيد اكتر. وبس كده، وقول لي في التعليقات لو عجبتك القصة ممكن نعمل سلسلة حلقات مختلفة كل يوم عن السلسلة اللي احنا ماشيين فيها دلوقتي، ونتكلم فيها او نحكي فيها قصة باللغة الإيطالية علشان تقوي عندك الاستماع وتعلمك كلمات جديدة. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima.